أهلا شباب. في ناس كتير قابلتها مشكلة في إن هي تفهم موضوع التشفير بتاع الكورس. هو كورس مشفر للأسف بس عشان حماية الكورس، لأن طبعا بيتم قرصنة أي كورس ورفعه بقى على مواقع تانية، تليجرام وغيره كده. وكمان بيتباع بفلوس، يعني يا بيتباع ببلاش لا هو بيتباع بفلوس كمان. فيعني كانت الوسيلة الوحيدة إن هو يتم تشفير الكورس عشان ما يتمش سرقته. تمام. فطبعا لو في على منصات إلكترونية برضو بيبقى في فرصة كبيرة قوي إن يتم تهكير الموقع وسرقة الكورسات من عليه. فتشفير الكورس كان هو الحل الأمثل لحفظ الحقوق الملكية وحفظ مجهود طبعا المحاضر. ف يعني يمكن الموضوع كان صعب شوية في البداية للناس إن هي تستوعب مثلا الدنيا بتمشي إزاي. إحنا أوريدي شرحنا في بوست مثبت على الجروب، يعني ممكن نجيبه لو انا فتحت فيس. تمام، ده الجروب. ال- البوستات المثبتة بتبقى في فيتشرد، حتى على الموبايل بتلاقيها على فيتشرد. تمام. فين بقى البوست اللي فيه موضوع التشفير بيتفك ازاي؟ اهو. تمام، ده البوست بتاعه، هتعرفه عن طريق الايمج دي. بص، انت طبعا بتنزل البرنامج ده من على لينك ميديا فاير، وكاتبين طبعا التفاصيل دي انا هشرحها في الفيديو. تمام. اول ما بتنزل البرنامج بيعملوا داونلود وبتسطبه. ساعة ما بيتسطب بتاخد الكراك تنقله في الملف التسطيب بتاعه، وبس على كده هو الموضوع بسيط. بعد كده ما بتعملش حاجة غير ان انت بتفتح ملفات الكورس. طبعا لو جيت فوق فوق خالص هتلاقي البوست اللي فيه اللينكات. تمام. ده الانترودكشن، الموديلنج توتس رقم 1 و2 هتلاقيهم موجودين في الفايل ده اللي هو ده. بعد كده رقم 3 اللي هو التكتشرنج اند ماتيريالز هيبقى موجود في الفايل اللي بعده. اللايتنج مع الكاميرا برضو موجودين في الفايل اللي بعده، وهكذا. فانت لما هتنزل الملفات ديت على الاقل بس انت بتبدا بتنزل اول ملف، يعني ساعه ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بتبدا تنزل اول ملف. فاول ملف ده بيبقى عامل ازاي؟ اول ملف ساعه ما هتنزله هتلاقيه هو ده، الفايل ده، جيجا و500 جيجا. لو انا جيت ضغطت عليه هتلاقي الملف اهو، رقم 1 2 انستراكشن انترودكشن موديلنج، جيجا و400 ميجا، اللي هو الفايل ده. الفايل ده ساعة ما بتفتحه دبل كليك هتلاقي فيه فولدرين، هتعمل لهم اكستراكت، يعني كليك يمين اكستراكت، هيطلع عندك الفايل ده وده. انت طبعا بطبيعة الحال هتفضل تكمل داونلود لبقية البارتات. ساعة ما هتعمل لهم اكستراكت كلهم هيبقى عندك نظام الفولدرات بالشكل ده، مترتبة بالشكل ده 1 2 3 لحد 10. جميل. طيب انا عملت اكستراكت خلاص وسطبت البرنامج، لسه ما جاليش موضوع ان انا هبعت ماشين كود. طب انت بتعمل ايه؟ ما بتفتحش البرنامج، انت بتفتح مثلا انترودكشن، هتلاقي الفايل ده. لما هتسطب البرنامج اللي هو الساندر، اللي هو خاص بفك التشفير، هتلاقي الايقونه بتاعته اصبحت بالشكل ده. ايقونه الفايل ده هو دوت جيم، اصبحت بالشكل اللي انت شايفه. تمام. لو ما سطبتوش هتلاقي الايقونه دي مش موجوده، وهتلاقي الملف ده غير معروف. لازم تسطب البرنامج الاول وما تفتحوش، ما انتش محتاج تفتح البرنامج. كل اللي انت هتحتاجه لما تحب تشغل الكورس بعد ما تكون سطبت البرنامج ان انت هتيجي على اي ملف، فرضا اللي هو الانترودكشن، هتضغط عليه دبل كليك، هيقوم جايب البرنامج وهيجيب لي الرسالة دي. الرسالة دي عبارة عن ايه؟ ماشين كود وباسورد. انت عندك الباسورد ده بيبقى فاضي، والبروجكت اي دي اللي هو اسم الفايل اللي هو الانترودكشن. انت بتاخد الماشين كود ده كوبي، تضغط هنا او كنترول سي او كليك يمين كوبي، وبتقوم باعتهولي على الواتس او على الماسنجر او ما يناسب. تمام. انا باخده بعمل له جنريت لباسورد. الباسورد لما بتاخده بيتحط في المنطقة دي. يعني خلينا كده نبص على حاجة. انا عملت كوبي للماشين كود وطلعت جنريشن لباسورد اوريدي وخدته كوبي. انا دلوقتي واخده كوبي، يعني اللي معمول في الكوبي بتاع النسخة دلوقتي هو الباسورد. فانا باجي على البلاي باسورد ده على الخانة ديت وبضغط هنا وكليك يمين وبيست.
هيقوم مديني الباسورد اللي انا اوريدي بعته لك على الواتس. تمام. الباسورد ده بيتحط في الخانه دي، ويا حبذا لو تعمل ريمبر باسورد. ما عملتهاش هتضطر كل ما هتفتح البرنامج هيطلب منك الباسورد. طالما عملت ريمبر خلاص كده انت كل ما هتفتح الملف ده او اي ملف تاني هيعمل لك ريمبر للباسورد، بتقول له بلاي هيقوم مشغل الكورس. طيب الانترودكشن ده عباره عن ايه؟ عن ملف واحد انترودكشن، فانت هتقول له بلاي بعد ما تكون دخلت الباسورد. اهلا بيكم في كورس ال 3 دي برودكت فيجوال. هيجيب لك الجزئيه دي. تمام. هتلاقي ملف جيم ده في بلاي ليست هنا. البلاي ليست ديت عباره عن ملف واحد اسمه انترو اللي هو الانترودكشن، وده الكورس. ملف بلاير عادي خالص زي اللي انت هتشوفه، تضغط انا بلاي محمود هتلاقي بكر وهكون الكورس الانستراكتور بيشتغل معاك. معاكم طول الكورس. تمام. خليني مش اولا عارف اديكم هو نبذه. بنقدم صح؟ هيخليك بنقدم. تقفل الموديل زي ما ده انت كده عايز. الانترودكشن بتاع كذلك الكورس. هنقدر. لو انا جيت خلصت الانترودكشن وعايز ادخل بقى على الموديلنج وادخل بقى على اللي بعده، فهاجي على بقيه الفايلات. انا عندي موديلنج، تكستشرنج، لايتنج، كاميرا، بايلوت، بروجكت 1 و2 و3 والايديا جنريشن. انت عندك كل الفولدرات دي. فانا هدخل مثلا على الموديلنج. تمام. هلاقي برضو ملف دوت جيم، دبل كليك عليه على طول. هيعمل ايه؟ هيجيب لي نفس الرساله وهيقول لي الباسورد اللي انت عامل له ريمبر اهو بلاي. هقول له بلاي. هيقوم فاتح ملف عباره عن ايه بقى؟ بص بقى، ده الموديلنج، جزئيه الموديلنج كلها. تمام. الموديلنج كذا محاضره، لكن انت معاك ملف 1 جيجا ونص. فهو الملف ده عباره عن الملفات اللي انت شايفها قدامك، رقم 1 و2 3 4 5 6. 6 فايلات او 6 بروجكت، اسف 6 فيديوهات. تمام. انت هتاخد واحد واثنين والثالث والرابع بالترتيب. لو انا ضغطت على اول واحد اللي هو لي اوت هتلاقيه بيشغل اول ملف. طبعا هو الصوت ما انتش سامعه لان انا مشغل الميكروفون، والميكروفون ده بيعتبر ان هو تسبيكر فبيطلع صوت، فانت مش هتسمع صوت الفيديو، انت تسمع صوت انا بس. طيب خلينا تمام. دلوقتي نشوف فده اللي اوت شغال. الواجهه بتاعت ده البرنامج. الموديلنج، انا انا هفتح بتكلم دلوقتي عن الموديلنج. البلندر. الموديلنج جواه هتلاقي في البلاي ليست طلع لك 6 فيديوهات. خلصت انت اول واحد مثلا، قربت هنا، هو طبعا ما كليك بيتيحش انك هنا تكليك هنا والقديمه تقريبا، او بيتيح مش عارف. البيضه هي المهم اللي هتيجي. ده كده اللي اوت. بعد جميل. كده اهي خلصته تيجي هنا. تقوم داخل على اللي بعده، تضغط كليك عليه بس هيبدا. خلصت دول ابدا مثلا ده. لو ضغطت على اي فايل من دول هيشتغل معاك. تمام. تقدر توقف، تقدر تقدم، تقدر تاخر، تقدر تسيبه هو يخلص وهو هينقل، هيسايكل بين الفيديوهات وبعضها وخلاص. طبعا انت اتفرجت على الموديلنج تدخل على اللي بعده. طبعا انا مش هشرح الكورس كده بالطريقه ديت، انا بس بوريكم الوضع. تمام. بس في اختلاف شويه في التكستشرنج. لو جيت فتحت الفولدر هتلاقي الملف اللي هو دوت جيم، وهتلاقي ملف فولدر جنبه. الفولدر ده اسمه تكس او تكستشر يعني. دي التكستشر اللي احنا بنشتغل عليها في المحاضره بتاعه التكستشرنج. تمام. يعني لو جيت فتحتها هتلاقي ان انا بستخدم التكستشر دي في الشرح، فانا سايب لك التكستشر ديت عشان تقدر تستخدمها وتستفيد من الشرح بتاعها. تمام. خلصنا اللايتنج. هتفتح اللايتنج هتلاقي نفس الكلام، هو نفس الفولدر، دبل كليك وتشغل. والباسورد انت خلاص معاك. لو هو مش عامل ريمبر خلاص هتاخد الباسورد في نفس المكان، كوبي وبيست تاني. نفس الكلام هنا بروجكت 1 مثلا. هتلاقي بروجكت 1 بقى، خلينا الاول على بايلوت. احنا كاميرا مفيش اي اختلاف. لو جيت على بايلوت اللي هي المحاضرة الفاصلة، احنا قلنا ان الكورس بتاعنا 3 مستويات. المستوى الاول اللي هو الانترودكشن والبيزك تريننج. بعد كده المستوى الثاني اللي هو يعني اللي هو زي ترانزيشن بين البيجنر وبين الادفانسد، عشان يعرفك شويه تكنيكس محدده عشان تشتغل على الادفانسد على طول. طبعا مش تبقى انت كده ادفانسد في بلندر، انت تبقى عارف الحاجات اللي تخليك تطلع الشغل ده بس. تمام. فده الادفانسد، ده مش شرح ادفانسد، دي هي تعتبر زي ورش. تمام. فلو انا دخلت على البايلوت بعد ما تعمل له اكستراكت هتلاقي الفولدرات دي، وهتلاقي ملف دوت جيم. دبل كليك على جيم هيعمل لك نفس الكلام. هتيجي بيست طبعا تعمل له ريمبر وتقول له بلاي. هيشغل لك 3 فيديوهات، بايلوت 1 2. بايلوت 1 9 دقايق، 2 15 دقيقة، 3 5 دقايق، يعني تقريبا كلهم بتاع نص ساعة ساعة الا ربع كده. ده البايلوت. تمام. ايه بقى دول الفولدرات ديت؟ ده الريفرنس، ده البروجكتس اللي هنعملها. لو جيت دخلت هنا ده ال HDRI اللي احنا بنشتغل عليها في المشروع كله، فطبعا انت يفضل تبقى معاك طبعا عشان تشتغل بيها.
السيرفيس امبرفكشنز ديت حاجات خاصه بالتكستشرنج اللي هو السكراتشز وهكذا. الادونز طبعا اللي انت محتاج تسطبها. تمام. ده كده الهيراركي بتاع الفولدرات بتاعتنا. لو جيت على بروجكت 1 هتلاقي نفس السيستم، بس ازاي بقى؟ بص، ده البروجكت اللي فيه ده قصدي الملف اللي فيه المحاضرات. لو انا ضغطت دبل كليك عليه هو ملف 7 جيجا. تمام. بيست انا عامل بريمبر، مش عارف ما بيعملش ريمبر ليه. المهم هيطلع لك، شوف بص كام كام فيديو. الفايل ده 7 جيجا، فيه جزئية الموديلنج، عندك 5 فيديوهات موديلنج لا ده 3 فيديوهات، 2 موديلنج و3 ماتيريال، والسين دي بيلدينج الحته فيه ادفانسد. 10 فيديوهات. تعالى الحته يعني شوف، ادفانسد. تخيل البروجكت دي نفسه عشان كلها نعمله يعتبر ماتيريال محتاج بيزك، 10 يعني فيديوهات النودز كاملين دي عشان تعمل مش السين معقده، بتاعه، يعني دي حاجات لكن بسيطه. 5 الحاجات فيديوهات المعقده بس بقى هجيلك عشان بعد، تقدر هجيلك تعمل دلوقتي. انا عارف ان الاوبجكت المحاضره وشابتر طولت، بالماتيريال بالتكشر بتاعته كلها. بس تمام. 34 دقيقه، طيب جميل. فمعلش طب هنكمل دول كمان ايه؟ شويه نوصل. دول البروجكت بتاعتنا متسلسله. يعني لو في حال ان انت وانت بتعمل كرييشن للبروجكت عملت الموديلنج بس مش ظابطه او في حاجه مش مظبوطه، تقدر تفتح ملف البلندر بتاع الموديل نفسه اللي احنا عاملينه. يعني لو انا فتحت دبل كليك هنا هيعمل لك ايه؟ هيجيب لك الموديل اللي احنا عاملينه. تمام. برضو ده موديل مش تكستشر، فانت عملت الموديل بس جيت عند الماتيريال ما عرفتش هتفتح الماتيريال. ما هتلاقي السين بيلدينج 1 و2 وهكذا. تمام. في كل مرحله يعني. الاسيتس، الحاجات اللي احنا محتاجينها مع الفايل، الماتيريالز اللي احنا استخدمناها، المودلز اللي احنا نزلناها جاهزه، الريندر النهائي شكله ايه. تمام. ده الريندر، ده الاولاني وده النهائي بعد البوست برودكشن. تمام. البروجكت فايلز، ده السينز نفسها. طبعا انت فاكر ان كان في هنا سين 1 و2، هتلاقي بقيته هنا. طيب ايه الريفرنس؟ الريفرنس التكستشرات اللي احنا استخدمناها في الورشة، الباك جراوند وغيرها. تمام. وهتلاقي ماتيريال تانية هنا برضو. تمام. طبعا ده الريندر النهائي اهوت. انا تقريبا الريندر اللي فات مش هو اللي كان نهائي يعني. معلش. ده ده قبل الريندر النهائي، ده من بعد الريندر النهائي. اما اللي هنا ده مش فاكر الصراحة ليه كان ايه، كوبي باين اظن. المهم ده الهيراركي بتاعك. تعالى نرجع تاني للفيديو. احنا دلوقتي شفنا دي الورشة دي كده كلها، الورشة حوالي 15 فيديو تقريبا، ساعتين او مش عارف كام. في حاجة انا لاحظتها برضو وانت هتلاحظها، ان انا وانا بضغط على موديلنج 1 اللي هو اول فيديو في الورشة ما بيشتغلش. صح، ما بيشتغلش. صح. طب اتنين ما بيشتغلش. طب ماتيريال 1 بيشتغل. طيب ده ليه؟ ده ايشيو في التشفير، بتحصل في التشفير واحنا حلناها ازاي؟ في فولدر هنا او في فايل، ملف من الملفات، بوست من البوستات المثبته، بنقول فيه ايه؟ شباب، بعد مراجعه محتوى الكورس تبين ان فيه كذا محاضره فيها عيب، اللي صوتها بيسبق. تمام. وفيه اللي ما بتشتغلش، في مشاكل زي ما انت شفت دلوقتي. هتفتح اللينك ده، هتنزل ملفاته، هو 600 ميجا. اللينك ده فيه المحاضرات البايظه ومش متشفره، يعني هتفتحها دايركت على طول. ازاي؟ لو انت جيت طلعت بره هنا هتلاقيني حاطط الانهانسمنت، ادخل عليها كده. انت هتنزل فولدر، ده الفولدر اللي انت هتنزله او الفايل نفسه، هتلاقيه لما تعمله اكستراكت بالشكل ده. انت طبعا فتحت، انت عارف ان انت فاتح سين بيلدينج 1 او اللي هو بروجكت 1 اللي هي الورشه رقم 1، فانت عارف ان موديلنج 1 في البروجكت 1 مش شغاله. فين بروجكت 1؟ بروجكت 1 هتدخل هتلاقي موديلنج 1 وموديلنج 2 اللي هم هنا مش شغالين، هتلاقيهم هنا موجودين ملفات عبارة عن ملف غير مضغوط، فيديو عادي خالص شغال مش متشفر يعني. طيب في فايل برضو بايظ، سين رقم 6 داش 1 اللي هو ده، لو ضغطت عليه هو ده مشكلته تقريبا ان هو كان فيه ايشو في الصوت فغالبا يعني، فعشان كده نزلناه تاني. برضو نفس الكلام، لو جيت فتحت هتلاقي الفولدرات دي فيها المشاكل اللي ظهرت كلها. يعني في محاضرات التكشرنج هتلاقي في فيديو فيه مشكلة،
رقم 1، ماتيريال اندرستاندينج رقم 3، وماتيريال رقم 5. تمام. نفس الكلام في اللايتنج، هتلاقي فيه فيديو، هتلاقي فيه في بروجكت 3 هتلاقي فيه 3 فيديوهات. بس يا جماعة هو ده الموضوع. لو في أي مشاكل تاني ظهرت أنا معاكم. كده أنت المفروض عرفت تشغل الفايلات إزاي، عرفت تسطب البرنامج. الدنيا واضحة. هي مش صعبة، هي بس بسيطة، بس منها ممكن تكون جديدة على ناس، فبيبقى الموضوع غريب شوية. ف تيك كير.